اقسم لكم بالله حبه الكوبايه الدقيق ما في غيرها في كل الصينيه الكبيره دي. معاها قطعتين تاني جاتوه كبار اهو اللي احنا خدنا منها اصلا دقناها والجلاش. واعملوا بجد مشاهده كامله وشيروا الفيديو بطريقه حلوه وبسيطه وموفره واقتصاديه وفيها كل حاجه حلوه. شكرا 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 لكل حبايبي. تعالوا شوفوا بقى الكيكه اللي هي ايه، جاتو شاتو. طلع لكم بقى منها، الله اكبر. شايفين منظر القطعه ايه؟ حاجه بجد فاخر من الاخر. عايزه بقى تحط عليها على حرف القطعه كده شويه شوكولاته، قطعه جاتو. صدقوني ما بتيجي من محلات بره. دسة الجاتو دلوقتي بتعمل 350 400 جنيه، ودي اجمل منه. وشوفوا الهشاشين اللي جواها هشه هشه بطريقه لا تتخيلوها. انا عايزه اكسرها لكم. شوفوا منظر الشوكولاته عليها عامل ازاي، وشوفوا الكيكه من جوه عامله ازاي. حاجه روعه من تحت وفوق. الله الله. الجلاش بتاعنا من تحت وفوق طبق محترم من لافه الجلاش تقريبا 350 جرام، واحلى حاجات حلوه عملناها. الف هنا صحه. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير احسن صحه وحياه. هنعمل ايه؟ هنعمل لايك ونعمل مشاهده كامله. معانا 3 حبايات بيض، معانا ذره ملح على الدقيق، معانا كيك. السلام عليكم بعدين من اول وجديد. احنا هنعمل كيكه جاتو شاتو لكيكه بالشوكولاته. معانا عباره عن ايه بقى كيكه بالشوكولاته ديت؟ معانا كوب سكر يعتبر نص كوب كاكاو، 3 بيضه، كوب سمنه على زيت، هيبقى معانا كوب لبن، معلقه خل، كوب واحد دقيق. عملت دقيق الضحى هحط عليه ايه؟ كيس برده بيكنج باودر، مش عارفه هو كام جرام، هشوفه لكم. وهنحط معلقه خل كمان على البيض. ده خل تفاح، اي خل عندك حطيه مش لازم خل تفاح. هنحط بقى في المعلقه ايه؟ هنحطه في الخلاط كوبايه السمنه على زيت. عايزه تعملي زيت بس لوحده اعملي. هنحط معاها بقى كوب لبن، ضيعنا ساعه تحته بس، بنفس المعايير كلها معانا. كوب مج لبن، عشان عامله صينيه واسعه مكبره المج يا جماعه. هنحط عليه بنفس المج سكر واحد بس. هنحط معاه الكاكاو دي بس اما اضرب ده الاول. اللهم صل على النبي. شفتوا ده عمل زي المهلبيه، شايفين؟ من غير كاكاو، يعني مش الكاكاو اللي بربط يا جماعه الماده. هنحط بقى ايه الكاكاو كله ونضربه معاه عشان ما يحتحتش اهو. وهضرب تاني. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الشوكولاته بتاعتنا. شايفين يا جماعه ايه الشوكولاته دي ولا لا؟ نوتيلا نوتيلا. بحب انا بعملها كده اهو في اي حاجه، على ذوق بقى تورتات كل حاجه. هنخلي ده وهنحط على الباقي هنا ال3 بيضه بالفانيليا بالخل. احنا حطينا ذره الملح على الدقيق. هضربهم برده شويه ضربتين كده واحطهم على انا ده مج دقيق واحد يا جماعه. عليك البيكنج باودر 16 جرام، كان المفروض يبقى اقل يعني، بس انا حطيت. شوفوا بقى الخلطه بتاعتي نازله برده تقيله وحلوه. حطينا عليها، حطيت على الشوكولاته كيس بيكنج فانيليا هو كمان، اداها برده ريحه وطعم حلو على فكره. هنضربها كده اهو سريعا سريعا. الكيكه دي انجح كيكه بحب اعملها يا جماعه، من ابسط الحاجات بتديكي حاجه حلوه احلى من التورته. يعني انت لو عملتها في عيد ميلاد تورتيه بنفس الصيغه بالظبط كده هتبقى حاجه تحفه. اللهم صل على النبي. اللي عايزه حاجه وانا محتاجه. هنجيب الصينيه ونحطها فيها. الصينيه اهي معانا صينيه، انا ما اعرفش الصينيه دي 30 ولا 40، هي واسعه وحرفها واطي. تعالوا نشوف الكيكه بتاعتنا الجميله. اللهم صل على النبي. صل عليك يا حبيبي رسول الله. نصلي على الرسول دايما احنا بنعمل حاجه تطلع جميله. شوفوا بقى بالصلاه على النبي، يا دوبك ما تجيش ايراد في الصينيه عشان تبقى ايه مش عاليه. هحطها بقى في الفرن، فرن 180 مولع من تحت بس لما تحمر الحروف نروح مولعين من فوق. يلا بقى تعالوا بقى نعمل كمان مع صينيه الكيكه. نعمل ايه؟ صينيه جلاش عيش العصفور. شوفوا بقى ما عملت وقت يعني مش هوريه لكم بس قلت اما اوريه لكم. شوفوا شايفين بلفها ازاي؟ بلفها احطها على السيخ بتاع الكفته واروح ايه برمها على ايدي كده تطلع بالشكل الجميل ده. باخد نص الورقه بس والنص التاني بعمله واحده تاني عشان ايه تبقى خفيفه ورقيقه وحلوه كده. سريعا سريعا كده اهو اهي. وبروح لفاها واحطها كده اهو، برمها ولفاها كده واروح سلتاها. عايزين تسيبوها صابع سيبوها، عايزين بقى تلفوها كده زي عيش العصفور كده اهو بالجمال ده اهو، وتروح حطها كده بتبقى هشه وخفيفه وجميله. كل اللي اعمله عليها بعد كده هحط لها ايه سمنه كويس عليها قوي، يبقى عليها ماده دهنيه كتير تخليها مقرمشه وطعمها حلو قوي كده. واحطها في الفرن تتحمر والشربات بيتعمل اهوت هيسقع على ما تخلص وخلاص على كده. كده الجلاش بتاعنا حطيناه هنا هنحطه في الفرن بقى. شايفين مكترين سمنه يا جماعه. على النبي هنسيبها تبرد شويه عشان نحط لها شوكولاته.
شوفوا بقى الهشاشان في الجاتو بتاعنا بقى، وظبطته طالع كلاتهم، مفيش حته عاليه وحته واطيه، وهتبقى اجمل طريقه جاتو. شوفوا حاجه، اللهم صل على النبي. انا كنت شاكه انها نيه، حطيت السكينه من كتر ما هي هشه. شوفوا بقى الشوكولاته بتاعتنا كده قطعناها، هي لسه دافيه. شايفين الشوكولاته عامله ازاي؟ هتشرب بقى كلها من بعضيها. تقلب في الزيت، طلعها لي بقى ايه، خفيفه قوي. ايه رايكم في الروعه دي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجه حلوه، الله اكبر، الصلاه على النبي. شوفوا الطبقه عامله ازاي على الكيكه، والكيكه الرقيقه بقى ماهيش تخينه قوي. هتطلع حاجه بقى تحبي تاكلي منها، ولا تاكلي اي جاتو بره. ايه رايكم في اللون الذهبي الجميل ده؟ تحفه. تعالوا بقى بس شوفوا بقى الشوكولاته هتنزل بقى بين الكيكه وبعضيها، تسقيها كده حلو. تعالوا بقى نشوف الجلاش بتاعنا معمول الشربات تقيل، كوبايه ونص سكر وكوبايه ميه. يا جميل ويا جميله، احلى جلاش تحبي تاكليه هو ده، ولا مكسرات ولا اي حاجه تحطها فيه، بصراحه تحفه. اه تعالوا اقول لكم بقى نعمل ايه. هنطلع، سيبناه كده شرب وبرد خالص مع العسل اهو، نروح مطلعينه في طبق يتحط على بعضه بقى. ليه؟ الشربات اللي تحت اللي فوق يشرب منه، تلاقيه بقى تاكلي حاجه مسكره وتحفه بجد. اللهم صل على النبي. حبه جلاش اعمليهم، ولا اجدع جلاش حلواني. الطريقه ديت يا جماعه بتبقى هشه ومقرمشه وحاجه حلوه. انا بوريكم، اقول لكم شوفوا، امسكيه، بصوا، شايفين من جوه مقرمش، تاكليه حاجه تحفه تحفه بجد.